السلام عليكم اخواني، كدايرين بخير؟ نتمنى الكل يكون بخير ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، المهم ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم فيديو جديد اللي كيتعلق بماده النشاط العلمي، دائما مع المستوى السادس ان شاء الله ومع التلاميذ ديالي الاعزاء. مرحبا بكم من جديد. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني ان شاء الله. نبداو على بركه الله. انا حطيت لكم نموذج غادي نديرو مع البنوتات اللي قدامي ان شاء الله. هانتوما هو النموذج ديال الامتحان، يعني المحلي الموحد بالنسبه للمستوى السادس. نبداو على بركه الله. السلام عليكم البنات. السلام عليكم السلام. كي دايرين؟ بخير؟ لا بأس. مستعدين ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اول مجال اللي هو العلوم الفيزيائيه. اضع العباره المناسبه مكان النقط. اول سؤال: يتكون الهواء من ماذا؟ شكون اللي غادي تجاوبني؟ نعم سلمى. يتكون الهواء خمسي الهواء من الأزوت 78% وغاز ثانوي. بدون ذكر يعني النسبه ديال المئويه ديالو، غير غادي تقولي لي مناش كيتكون فقط. هنا كاتبين لك شنو كاتبين لك هنا؟ يتكون الهواء نقط، وكاتبين لك والازوت وغازات اخرى. يعني انت غتذكري لي حاجه وحده اللي باقا. شنو هي؟ غاز أكسجين. غاز ثنائي الاكسجين. احسنتي، مزيان. ومن خاصيات الهواء انه قابل للانضغاط والتوسع. مزيان. اجيب بصحيح او خطا. انا غادي نعطيكم عبارات انتم غتقولوا واش صحيح ولا خطا. من مخاطر الاحتراق الحريق والاختناق والتسمم. صحيح ولا خطا؟ صحيح. مزيان. يحدث الاحتراق في غياب الاكسجين. صحيح ام خطا؟ التي يحدث الاحتراق في غياب الاكسجين. صحيح ام خطا؟ واش انا نشرح. واش ممكن يعني ان يحدث احتراق بدون اكسجين؟ صحيح ام خطا؟ خطا. مزيان. يعني ما ضروري الاكسجين. ينتج عن الاحتراق جسم واحد وهو بخار الماء. صحيح ام خطا؟ نعم. خطأ. ينتج عن الاحتراق جسم واحد وهو بخار الماء. واش الاحتراق ينتج عنه جسم واحد اللي هو بخار الماء، او هناك احتراقات اخرى؟ يعني الجواب واش صحيح ام خطا؟ خطأ. مزيان. يعني كاينين احتراقات اخرى. تسرب غاز البوتان يسرع الاحتراق. صحيح ام خطأ؟ خطأ. يعني كيف ذلك؟ يعني علاش قلتي خطأ؟ يعني تسرب غاز البوتان واش كيسرع الاحتراق؟ يعني يسبب الاختناق ليس الاحتراق. مزيان. ثالثا: نحدد نوع التحول الذي يحدث في كل صورة أسفل. أنا غادي نوريكم الصورة. هنايا كاينة عندنا هنايا فيزيائي، عفوا عندنا هنايا كاس ديال الماء، وهنا هنايا تفاحة، تعفن تفاحة، وهنا عندنا إذابة الملح في الماء. يعني الصورة الأولى إذابة الملح في الماء، والصورة الثانية تعفن التفاح. هنايا بالنسبة لإذابة الملح في الماء واش فيزيائي ولا كيميائي؟ فيزيائي. أحسنتي. بالنسبة لتعفن التفاح خديجة؟ كيميائي. مزيان. انتقل للمجال الثاني اللي هو علوم الحياة. أتمم الخطط التالية بالعناصر المتدخلة في الحساسية الشعورية. كلكم قريتوا على الحساسية الشعورية. مزيان. شكون اللي غادي تعطيني تعريف الحساسية الشعورية؟ شنو هي الحساسية الشعورية البنات؟ شكون فيكم؟ نعم. شكون؟ نعم إيمان. هي نشاط عصبي يسمح بإدراك باستقبال تأثير إحساس صادر من المحيط الخارجي. بحالاش مثلا؟ أصوات، أضواء. مزيان. نعاود نشرحوها مزيان. الحساسية الشعورية قلنا هي نشاط عصبي يسمح بإدراك واستقبال إحساس صادر من المحيط الخارجي. كيف ذلك؟ يعني مثلا انت ملي كتشمي شي ريحه عجباتك، يعني ريحه مثلا شي عطر عجبات، هذيك شنو هي؟ كنسميوها حساسيه شعوريه. يعني كتحسي بها، كتشعر. ها انت هذيك راه حساسيه، سواء كانت مثلا شميتيها ولا سمعتي شي صوت ولا شي ضوء، مثلا اثر الانتباه ديالك، هذيك راه حساسيه شعوريه. مفهوم؟ مزيان. انا عاطينكم هنا واحد الخطاطه. لافليش الاولى عاطينكم فيه عضو حسي ياك، وعاطينكم في لافليش الثانيه اللي هو عصب حسي،
والثالثه باحه مخيه حسيه. وعاطينكم 3 الكلمات، كل كلمه خص ديروها في الخانه المناسبه ليها. موصل حسي، المستقبل، مركز عصبي. بالنسبه لعضو حسي اشنو كنسميوه؟ واش موصل حسي ولا مستقبل ومركز عصبي؟ بالنسبه لعضو حسي يعني عضو اللي كيحس يعني غنسميوه بالدائره، واش هو موصل حسي ولا مستقبل ولا مركز عصبي؟ لا احسنتي ايمان، مستقبل. العضو الحسي هو المستقبل. مثلا الانف، مثلا نعطيو مثال شميتي ريحه، العضو المستقبل هنا شنو هو؟ هو الانف، هو اللي كيستقبل ديك الريحه. مزيان، شكون اللي كيوصلها؟ شكون؟ هذا هو العصب الحسي. واش موصل حسي ولا مركز عصبي؟ موصل حسي. موصل حسي هو اللي كيوصلها للباحه المخيه اللي هي اش بقى لينا؟ مركز عصبي. مفهوم؟ اللي هو غنعاودوا الخطط: المستقبل، موصل حسي، مركز عصبي. ننتقل دابا للتمرين الموالي اللي هو: اكتب 4 إجراءات تمكننا من الحفاظ على الطعام من التلف. هذا الدرس هذا قريتوه اللي هو ديال يعني كيفاش نحافظوا على الطعام ديالنا من التلف. شنو هما هاد 4 إجراءات؟ راه قريتو عليهم. نعم التبريد. قولي وحده. التبريد. انت خديجه؟ تجفيف. التكسير. مزيان. التمليح صحيح. بقات وحده. هما قالوا لنا 4، حنا نذكرهم كاملين. التعليم. احسنتي. سل بخط بين المرض واسبابه. هنا عاطينكم السمنه والسكري وعاطينكم الانيميا. ياك السمنه والسكري واش هي تناول اغذيه تفتقر للحديد والاملاح المعدنيه، او هي الافراط في تناول السكري والدهنيات؟ افراط في تناول السكر. مزيان صحيح. والاخرى الانيميا هي تناول اغذيه تفتقر للحديد والاملاح المعدنيه. بالنسبه للتمرين الموالي: اقرا الوضعيه ثم اجيب. هنايا طلبت كاتبينها بتاء مربوطه، هي خصها تكون تاء مبسوطه لانها فعل. طلبت السيده سعاد من ابنها ابراهيم احضار الطنجره من المطبخ. توجه ابراهيم للمطبخ واثناء لمسه لها انزاحت يده بسرعه للخلف بسبب شعوره بالالم. نعاود نشرح لكم بالدارجه ديالنا. هنايا طلبت السيده سعاد يعني سعاد طلبت من ولدها ابراهيم يجيب لها الطنجره من المطبخ. ياك ملي مشى ابراهيم باش يجيب ليها الطنجره يهزها بيديه، حرقاتو. اشنو دار واحد ردة فعل سريعه هكاك. السؤال اللي غادي نعطيكم يعني حيد الايد ديالو بواحد السرعه اللي هي ماشي بالاراده ديالو. فهمتوا؟ يعني شنو هو نوع الحركه التي قام بها ابراهيم؟ عفوا شنو هي نوع؟ شنو هي خديجه؟ حركة انعكاسية اللي هي لا إرادية. أحسنتي مزيان. غادي ننتقلوا للتمرين الموالي اللي هو صل بسهم. هنايا عاد نعطيكم جمل ياك نتوما غتقولي واش تطفل ولا افتراس ولا تنافس ولا تعاون. صافي. صراع بين القطط على وجبة غذائية. نعم إيمان. صراع بين القطط على وجبة غذائية. تنافس. مزيان. طيور تقتات من حشرات تعيش داخل فروة الضبي. عفوا تعاون. مزيان. لبؤة تقتل حمارا وحشيا. لبؤة تقتل حمار وحشيا واش تطفل ولا افتراس؟ نعم افتراس. مزيان. دابا بقات لينا الاخيره اللي هي كلب يعاني من انقراض الذي يقتات من دمه اللي هو تطفل. مزيان. التمرين الاخير: صنف مكونات الوسط البيئي حسب الجدول. هذا اسهل تمرين. هنا عاطينكم مجموعه ديال الكلمات نتوما غتحطوهم في الجدول. الجدول مقسم لجوج خانات. الخانه الاولى مكونات احيائيه. شنو هي المكونات الاحيائيه؟ هي الحيه. مزيان. ومكونات لا احيائيه هي غير حيه يعني لا تتنفس ولا تاكل ولا تشرب ولا المهم غير حيه. انا نعطيكم كلمه كل وحده نعطيها كلمه وتقول لي شنو هي. حشرات. انتيا حشرات واش حيه ولا غير حيه؟ حيه. مزيان. حيوانات دقيقه. انتيا سلمى واش احيائيه ولا لا احيائيه؟ احيائيه اللي هي حيه. مزيان. رمل. خديجه غير احيائيه. احسنتي. هواء. ايمان غير احيائيه. مزيان. ثعلب. انتي احيائيه. مزيان.
حجر. انتي حجر، واش حي ولا غير حي؟ غير حي، مزيان. ضوء، انتي؟ غير حي. مزيان. نبات. حي. احسنتم. الى هنا نكون سالينا يعني النموذج ديال الموحد الامتحان ان شاء الله المحلي. نتمنى يكونوا استفدوا معنا الوليدات اللي حتى هما وراء الشاشه. ومهم ما تنساونيش التعليق ديالكم، لايك 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 لايك، وباي باي. شكرا. باي باي.